أفلح ابن سيد الجليل عبد الرحمن الأكبر ابن التابعي الجليل عبيد ابن سيدنا رفاعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان وبدر وأحد وما بعد ذلك من المشاهد كلها، ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، أول من أسلم من الأنصار، أحد الستة وأحد الاثنا عشر وأحد 70 من أهل بيعة العقبة الأولى والثانية، الذي اختاره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نقيبا من نقباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعن ذرياتهم أجمعين. وبه أشهد أني نقلت إلى الشيخ نفيسة أحمد علي مزيد مزيد أمانة وحفظ وصيانة وخدمة أثر عظيم لسيد الأنبياء والمرسلين من الآثار التي شرفني الله عز وجل بانتقالها إلي بأسانيدها الصحيحة المتواترة المتصلة إلى الحضرة الطاهرة النبوية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصفته شعرة شريفة من الذات النبوية من شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة ليعم النفع به على المسلمين والبركة على المؤمنين بموجب عقد انتقال الأمانة الموقع بتاريخ الجمعة 22 رمضان 33 و400 وألف هجرية رقم 7 والموثق تحت رقم بدون، المشهود عليه من قبل الشيخ محمد بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي، الشيخ ذياب بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي، الشيخ منصور بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي، الشيخ فارس بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي، فضيلة الشريف سيدي بن محمد قاضي التنواجيوي، الشيخ محمد يوسف محمد بدر المعتمد منا، وأوصي المنقول إليه بالحرص الشديد عليه وأن يقدمه على النفس والبنين والذرية وأن يحفظه ويصونه ويحرسه والله يشهد عليه ويراه. وإني أبرأ إلى المولى عز وجل المنتقم الجبار مما عدا ذلك. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم والله خير الشاهدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الرسل المكرمين وآله وصحبه وسلم تسليما. الشهود وتوقيعاتهم. شيخنا نفيسة تقبلين تحمل الأمانة وحفظها؟ الله التثبيت أدعو لي حملها الإنسان، لكن نسأل الله لا أكون ظلوما ولا جهولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله ما شاء الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم ما بالقلب من ألم، الله يعلم ما بالقلب من ألم ومن غرام بأحشاء ومن سقم على فراق فريق حل في الحرم. فقلت لما هم دمعي بمنسجم على العقيق عقيقا غير منحسب من تذكر جيران بذي سلم
مازجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله لوع أحشائي بضارمة لا ينطفي حرها يوما بساجمة وكم سألت ونفسي غير سالمة هل جاء فيح عقبى منها بناسمة أم من لواعج أشواق ملازمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أفهم قلبي منذ كنت فتى فلا تراني لغير الحب ملتفتا متى خلا منهم طي الضمير متى كم عادل عدلي بالعدل ما سكت وصاحبي لما إلي أتى فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يشهد أن الصد منكظم من الغرام وفي أحشائه ألم الله يشهد أن الصب منكظم من الغرام وفي أحشائه ألم كأن فاه من الكتمان ملتجم ودمع عينيه من جفنيه منسجم من حر نار لها في قلبه ضرب أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي